السودانية دي جمعت أكثر من 100 مليار في أقل من 24 ساعة، لكن في النهاية اتبرعت بكل القروش، والسبب حقيقة جدا صادم. اليوم هحكي لكم قصة حتأكد لكم إنه ليه لسه السودان بخير، وإنه على رغم المحتوى السلبي اللي بنلاقيه في الميديا لسه في قصص إيجابية كثيرة. وفي الفيديو ده هحكي لكم قصة امرأة سودانية حتصدمك صراحة، وحتخليك تتساءل إنه كيف في بشر بالطريقة دي، وليه قدمت التضحية الكبيرة دي. سوهند عبد الوهاب بنت مدينة أم درمان العريق، اتولدت وعاشت فيها، وتحديدا في حي ود نوباوي. بدأت قصتها من بيت أسرتها، اتربت في بيئة سودانية تقليدية مؤمنة تماما انه البيت كبير وبيشيل الكل، وشافت من صغرها انه كيف الضيف بيتكرم عندهم، وكيف اهلها وناس بيتها بيساعدوا المساكين، لحد ما بقت مساعدة الناس جزء اساسي من تكوين شخصية. بدايتها مع العمل الطوعي كان بمبادرات صغيرة في الحي، يعني مثلا تساعد لها جارة محتاجة او توفر مستلزمات المدرسة للناس الما مستطيعين. لكن نقطة التحول بالنسبة لها كان قدرتها انها تنظم الحشود، فكانت بتمتلك كاريزما بتخلي الناس يثقوا بها ويدوها تبرعاتهم وهي يا دوب في مقتبل العمر. وده اللي خلاها تتحول من انها مجرد بنت حي بتجمع التبرعات الى ام المساكين في السودان.